رد فعل ياسمين عبد العزيز مع متابعة بعد طلاقها. بس قبل ما نبدأ الخبر ما تنسوش اللايك والاشتراك. تعرضت للخيانة الزوجية. رد فعل ياسمين عبد العزيز مع متابعة تم طلاقها بالفيديو، والجمهور ربنا كشفه. نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على حسابها بموقع فيسبوك فيديو لفتاة من جمهورها بتحكي من خلاله موقف خيانة زوجية تعرضت له، والخيانة دي على نفس طريقة الخيانة اللي تعرضت ليها ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الأخير وتقابل حبيب. أنا شفت نفسي وشفت اللي حصل معايا كله النهاردة في مسلسل نقابل حبيب. أنا كنت حاسة بكل صريخة طالعة من ياسمين عبد العزيز في المسلسل، أنا كنت حاسة بيها، عشان أنا اليوم اللي أنا اكتشفت فيه اللي بيحصل فيا أنا كنت زيها بالظبط. أنا كلمت بنت خالتي وقعدت أصرخ في التليفون والطم، أنا بصرخ والطم بس، ومش فاهمة أنا عملت إيه أستاهل عليه إن أنا أتخان، أو أستاهل عليه إن أنا وأنا لسه عروسة أكتشف كل اللي أنا اكتشفته ده. عظيمة المسلسل، المشهد عظيم، المشهد عظيم. أنا يعني أول مرة أحس إن هو ده رد الفعل، إنه لما واحدة بتشوف جوزها بيخونها هو ده رد الفعل. يعني ربنا ما يكتبها على حد، والله ربنا ما يكتبها على أي بنت، يا رب ما يكتبها على أي بنت. وكان رد فعل الفنانة ياسمين عبد العزيز على فيديو الفتاة اللي تعرضت للخيانة، كتبت ليها: ربنا يريح قلبك وبالك، ومفيش حد أبدا يستاهل إنك تصرخي وتصوتي علشانه، واوعي ثقتك تقل في نفسك. عيشي حياتك وانسي وارمي ورا ظهرك، شيلي الهم والزعل مش هينفعوكي.